أنا علي وهذا دخان، والبودكاست الطالع من منصتنا مو المجاملات ولا السوالف على السريع. هنا راح ندخل بكواليس السوق، نفوت بيها بالعمق. الدخان اليوم راح يحكي، والصورة راح توصل، والحكي اللي ما ينقال بس يمنا ينحكي. ضيفنا اليوم واحد من الأسامي الكلش بارزة بالعراق، آكو أبو سلطان. تحب نقدمك كسفير للماركات العالمية أو نخلي دخان ياخذك ويانا ونستمتع بيه؟ اهلا بك علي، وهنيك على هاي منصة جديدة بالعراق، وان شاء الله يكون منصة ياخذ مساحته كبيرة بالعراق. وطبعا علي اني الي الشرف لكون سفير بالفاخر، بس علي ما ننسى وين ماكو دخان ودوني وياكم، وما ننسى هم سفير بنادا اللي نرقي المانيا، بس احب وين اكو دخان ودوني. طبعا انا بالفاخر، بس هو فاخر شنو؟ يعني لازم اجي وياكم كل مكان، وبالعكس انا كيف هيك الشغلات تصيحني. انا اجي اكو ايفنتات شباب يسوون عفوا، هم اني اروح، ما عندي اي مشكله. فاحب اكون وياكم وين اكو دخان ابو سلطان تعال واني حاضر. احنا نكيف بهيج تواضع، كلش نكيف. تدري اليوم علي، اليوم كل بشر يعني هو يكون تواضعه حلوه، يعني مو اليوم اني سفير بالفاخر ما اتحاكى، لا بالعكس حلو. واصلا اداره فاخر مو هيك، اداره فاخر اداره منظمه، فما يحبون هاي الشغلات. احنا هم نعرف بيها. فانت بعد بهذا المجال تعرف. زين، اذا نريد نطلع من الاجوبه السياسيه حاليا، انت حرجتنا يعني حرجتنا السياسي، يعني احكي لك الدخان. لا، حرجتنا بالتواضع. مو تدري ليش انت اليوم مو تجيني تسالني ككون سفير وهاي اوكي، اني وين ماكو الدخان وين ماكو هاي انت خذني وياك وغيره ياخذني وياك وانا اطلع وياه، ما عندي مشكله. اخذك وياي ونرجع لل2000، خلنا نكسر النمطيه شوي. احنا اليوم ما متفقين هيك. ليش؟ لا انت اذا نرجع ل2000 بها مواضيع هوايه، يعني كل سنه ل2003 يعني عادي بي حصار اني بعدني بهوايه شغلات. انا اليوم جايب ارشيف كامل، يعني ما ارجع لل2000 ترى. انت بتحكي اذا اكو شغله بيها موجوده هذا انا ما راح اكمل وياك، يعني تزعل. لا تكمل، بس لا انت ما تبدا تقول احنا ما متفقين هيك، صح ولا لا؟ لا مو انا لازم بعد. شوف هذا، انا اجي وياك هسه واتقدم وارجع واتقدم وارجع. ليش؟ لانه اليوم اريد ابو سلطان على حقيقته. انا جاي اشوف الناس، او هذا هاي المنصه تشوف العالم عباره عن نار متحركه. اليوم البشر هو عباره عن نار متحركه، شكو بشر بينا هيك كتله نار، كتله حياه، مشاكل، واكو دخان يمشي وياها. فاليوم اذا نرجع لل2000 على الارشيف، اكو طابعه، اكو مقص، شهريه لو اسبوعيه كانت؟ لا اسبوعيه. ايش قد؟ شلون مقص، طابعه، بنت، يعني انت وين دا تروح دا تيجي ما اعرف. يعني ايش قد كان عمرك بوقتها؟ 16 هيك بوقتها. فتعرف بنت. شوف احنا خلينا نغير هاي الموضوع. اقول ليش هاي موضوع يراد حلقات ترى علي، وبيها صعود وبيها النزول. اذا احنا نظل نسولف فيك، انت اليوم جبتني عالم الدخان، هاي موضوع انت تحكي على قصه حياتي مثلا. زين، طفوله ماكو؟ لا ماكو طفوله، وين تحكي طفوله؟ قبل حصار وقبل انا بعالم الدخان، لا توديني من هناك. ذكريات المدرسه ماكو قبل حصار وقبل طبيت، يعني ماكو حصار ووضع حرب ما يعني. شوف خلي اوصلك الفكره، هم اكو بعض الناس يعني مثلا
انا ما مكمل المدرسه يعني ما مكمل. ليش؟ انا كم يعني للثالث ابتدائي وطلعت شغل وهاي فما كملت. فاكثر من اصدقائي يقولون انت شو مخلص شو اقول انا ما مخلص كل شيء. يعني نقدر نقول الحصار باق هاي الطفوله، طبعا باقها من الطابعات والحبر والمقص مالهن الى الفحم مال القهاوي. يعني احنا بدنا نحكي 99 الشهر السابع ثامن اشتغلت بمقاهي بشارع رشيد، مقهى زهاوي. اشتغلت هناك يعني علي نسد الموضوع هذا. بعلم الاهل لو لا نسده احنا لان عبره طبعا، بس بعلم الاهل لو لا طبعا. قبل الشيشه من مقاس وطابعه ومطبعه، وطبعا قبل الشيشه. الشيشه هو شلون انت مو مثل هسه الشيشه كان خشب نرجيله واكو نكتين، هو خوخ وتفاحتين وفراوله اتذكر يعني تفاحتين من اذكر شركات، هو هذول كانوا موجودين بيها. ف واكو يعني من اشتغلت اول شيء اغسل استكان ودي بعرف شنو هاي مواضيع بلشتها هيك بلشت يعني مثل نرجيله اوديه اسحب نفسين واقوح يعني هو هاي يعني هذا شد بيها. فاذا نسولف هذه يحتاج الحلقات هواي. هذا البداية. بالبداية كان قهوة، وراها 2000 صار مقص وطابعة فهذا هم إلى قصة المقص والطابعة. شوف أنا راح أسولف لك بس هيك راس الخيط مال الطابعة. مال طابعة يسموه طباح معروف هيك أبو اللي يطبع، هو ماكينة عدود 4 ألوان، عفوا لو 4 لو 6 ما أتذكر. ماكينة رولة كبيرة يطلع ألوان يعني ألوان ورولة وبليتة. فبهاي أثناء الله يرحمه هو متوفي، قال لي أبو قال لي هو كان ما حافظ اسمي هاكو هيجي وانا اسمي هاكو، فهو ما حافظ اسمي. كان يقول عينك على جياس هذا شنو؟ تباوع على الشاشة ورق يجيك تقوم تباوع على خطوط، اذا اكو غلط تدوس الدقمة. قلت له ما انا ما اعرف الطابعة وهاي يعني اشيل باند اودي باند مقاس اودي يحدوها مقاس مال مقاس تدوس هيك رجلك تدوس دقمة ينزل مقاس يقص الباند فقال لي عينك على الطابعة بس دا أصلي. فحلي وهو كان جبت كرسي شوي دا بعجم إذا يعرفون أنا قصدي على شنو ورق هيك شغل خطير هذا. قال لي بس أنا يعني شوف أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، هو كنت دقم بالإنجليزي ما أكتب بس حلقة أنا موجود وياهم فأعرف هاي الدقمة يستوب هاي الدقمة ما أعرف شنو هاي الدقمة ما أعرف شنو، فصارت عندي معلومة بيها. فأخذ صدق وأخذ واهس عندي وهاي يعني حبيته مو ما حبيته. وكان بالأسبوع كان يعطوني 6000 كسر هيجي 6000 بالأسبوع. زين بالأسبوع. وبوقتها كان تنا كمان نفط بربع دينار. خوش اسبوعي. طبعا خوش اسبوعي كان ما عند يعني اخوي كان يشتغل يمكن 4000 بالاسبوع هيك. زين بقيت بالمطبعه لو انا اللي فهمته العفو فهمت انه طلعت من المطبعه للمقاهي. اول محطه قلت لك ما شارع رشيد. ثاني محطه صارت سنه 2000 صارت طابعه ومقص. زين بعدها بس ما شارع رشيد يعني ممكن بقيت ب3 اشهر هيك مال زهاوي. نعبر ل 2003 شو نشوف؟ باخذك شويه بسرعه ل 2003 شو 2003 احنا بدنا نرجع لا قبل 2003 2001 و2002 بدنا نحكي اذا تريد نمشي بيها هيك قصد اذا تريد واذا هاي هذا هم يحتاج هم حلقه بس انا بدي اعطيك هذني هيك راس الخيط.
فبالطابع هم من 2000 ل 2001 صرت بالطابع ومقص وهاي. وراها الشغل صارت قلة مال طابعة وحصار، ويعني صارت شوية ناس مو عين على طابعة وصور، على شغلات. انت مثلا تيجي تقول اطبعوني فلان كتب مال شعر، كتب مال يعني شغل قلت، يعني شغل نزل. فمنا طلعت من طابعة. هنا بهاي اثناء علي 2001 من 2000 ل 2001 على مود ما نغلط، من 2000 ل 2001 بالطابعة، من 2000 ل 2001. طيب. و99 شهر السابع ل 2000 3 اشهر بالقهوة زهاوي. حلو. مال شاي او الدنيا رقيله هيك يعني بس يسحبون. بعد الطابعة. بعد الطابعة. بعد الطابعة ابويا رجال كبير، هو عنده يعني يحب مال محبس، مال سبحة، يحب هاي الشغلات. هاي وين؟ هاي بالميدان، وين؟ شارع رشيد بالميدان. فتح محل هناك اسمه توقفيات بغداد هيك، فمقابله فتح قهوة. فتح قهوة بهاي اثناء هاي سنة 2000 داعش هسه طبينا 2000 بال 2000 99 زهاوي الشهر السابع 3 شهور. وسنة 2001 بالمطبعة طابعة ومقص وهاي. 2000 ابويا اخذ قهوة. حلو. محل هو يحب محبس، يحب سبحة، يحب هاي الشغلات. وغالي السبحة، ما اعرف حجر ماله، ما اعرف يعني بيه حجرات ويمان وحقير، هو هاي سليمان مع هاي حجرات بس غالية يعني. حلو. بهاي الانتقالات من ومعاناة هذا انت قلت راس يعني انا احكي معاناة بهذا، من طابعة الى قهوة الى محل الوالد. شنو اول صدمة؟ اول صدمة بهاي اثناء ابويا اول صدمة كانت يعني بالقهوة؟ لا مو بالقهوة، بالبسطية مال شاي. مرة يعني فهم. مو بالقهوة ماكو يعني. ابويا مني يروح يتغدى، فاخويا كبير موجود. هو ايش قد نبيح مثلا للزباين؟ كان يلقي له خشه يبدا نبيح 7 8 هيك يعني، ما نبيح يعني مو مثل هسه كل ما شاء الله مطاعم يبيع 100 200 الله يرزقهم الله يزيدهم. هذا قوي اللي يبيع 100 200 هسه هم اي ما اعرف لا كوكو زين. فبهاي اثناء ابويا يعني شم نرقيله. شوف وين اكو بالشارع رشيد مقهى ام كلثوم اللي جا غنى بيها ما اعرف فيها السنه زين. مقابله اكو رجال يبيع محل مال نراقيل. هسه هم يعرفوه دا يروحون يشوفوها. كان اكو قماشي مال حيه، قمشي تصنيع عراقي، جلد تصنيع عراقي، قمشي مال حيه وهاي. شوف علي دا ترجعني لاحقين على اشياء حلوه. علي دا ترجعني على هاي ايام يحتاجك علاقات. ف شوف هسه انت مو قلت لي هيك، شوف انا قلت لك عوفني يعني وين دا توديني؟ انت جبتني على تاريخ يعني وضع هسه، انت ترجعني هيك هناك كل يعني. انا دا احكي هسه نحكي على اسطوره مال ام كلثوم. هناك اكو اسطوره مال ام كلثوم اللي يعني هسه اللي دا احكي خلي يفوتون بشارع رشيد زهاوي. اسطوره اللي غنت بيه ام كلثوم مقابله اكو محل يبيع نراقيل ويبيع هاي الشغلات. فابويا هناك اشترى نراقيل فتيشي، والله مو ابويا اخويا راح اشترى خشب 8 9 اتذكر هيك، فينباع 8 نراقيل 6 باليوم. ف وراها يعني يقعدون اصدقاء ابويا وهاي وايجارات وهاي. ابويا قلبه طيب الله يرحمه، فكل مره يجي يقول ابني روح يشتروا شاكر، نقول وين شو ما حد بيدفع، كله يقعدون اصدقائك وتتعاملون على سبعه وهاي. وين طينا فلوس خلينا نروح نجيبه. كان يقول انتم من الصبح لا تفتحون جسون انتم وين هاي؟ قلت له وين هذا ابو ماكو هم عندنا هناك. كان موجود بالقيصريه مال الميدان. اكو اسامي لا اذا اقول لهم يعني فلان محل يابا ما طانا فلوس. قول له ابويا، قول لك كاكا علي ابويا اسمه علي الله يرحمه، يقول له
يقول لك اك علي انت روح اطلع قول له ابوك يم فلان انا بعدين اعطيه. يعني كان قبل كان وين يشرب لو ايش قد ما كان ما يروح عليه على الفلوس ولا ماكو يعني كان طاقه طيبه. الوالد الحمد لله اكو طيبه بذاك الوقت ما ينعاد يمكن. الوالد كان يعرف انه اكو هاي الكم نفس اللي صارن بالقهوه هو انت هاي شوف هذا حلو هاي السوالف هاي ما يخلص علي والله دا اقول لك دا نسولف ما يخلص. لا هسه اخذك الغير اماك. لا هسه اجواء حلوه السيده هيك تعوف هسه اجواء حلوه. اي هسه حبيتها هسه ليش ذكرتني ايام كان هو يروح يتغدى ما ياكل بالمطعم. من يتغدى عندي اخويا سنتين 3 سنوات اكبر من عندي. فاقول له اقول لك ابويا ما موجود طيني خلي ادخلني رجيله اخذ يقول روح منك انا راح اروح هناك ابا اخاف يجي. اقول ليه يعني 15 نفس 20 نفس انا ملك علي يعني اني بس مو اني وسطى واني لا هو انت فحام انت وسطى وانت تغسل وانت ما اعرف شنو انت هاي وما تدخن اذا ابوك قاعد بصف اصدقاء ما تدخن ممنوع. ايه فهو من يعمر اذا اسحب اليوم 10 نفسات انا ملك هاي بزمانه بوقته. لا حبيت بس انت هسه هنا ضايج انت فحام انت تعمر انت تغسل انت ما ادري شنو وما تدخن يعني. هنا طبعا ضوج. هو شوف دا اقول لك اسمحني هاي النقطه اذا سحبت بهاي الوقت احكي لك تسحب 10 سحبات 20 انت ملك يعني احس انا دا ادخلني رقيله زين. والجقار انا اتخبل منه اسم الجقار حتى بالبيت ما عندنا نفاضه ما جقاره لا ما عندنا ما احبه. الوالد بهاي المرحله كان يحب يشوفكم تشتغلون دائما طبعا اب فمو حصار وهاي احنا اليوم انا دا احكيك على وضع وتاريخ والامور اللي صارت اليوم من مدارس ما مدارس يعني اليوم انت هذا بدنا نشتغل وياه وبدال يجيب ناس يشغله بالمكان اللي هو فاتحه خوي يطيق لنا مثلا هو ما يطيق لنا بس مثلا خوي يطيق لنا بالعكس طبعا يرتاح واحد يعني يكون وياه بصفه ويمشي وياه. واحنا اليوم من جينا وياه ساعدنا ومشينا وياه مثل ما يريده هو بس يضوج كان احنا يعني يكون نلزم نرقيله الاشياء. ذاك اخوي الكبير اكبر مني فعنده عادي فيقول انت بس اغسل فنجان بس اغسل شيشه بس اغسل هذا. بس ابويا انا خلي اوصلك الفكره ها ابويا بعيد عن هاي المواضيع مال نرقيله وهاي بعيد ممنوع حلو يعني ما يدخن جقاره ونراقيل مطعم ما طاب. حلو هاي الفتره كانت عندك حلوه تقول حبيتها. ايه حبيت لا حبيت عفوا لا حاليا جاي يسولف باطار حابه. انا اكو مصدر كلش مقرب منك قال اكو قرص الاكو واكو كلش تاذى من وراء هذا القرص بحيث من نحترق اكو احترق ويا القرص. شنو هذا القرص؟ شوف هذا موضوع اللي هسه تسولف بيها صح هو ذاني هذا قرص. هم شوف كمصدر مقرب كلش يعني قالوا اسأله ولا تسأل دير بالك يعني من هذا. بس المشكلة أنا شخص فضول أنا دا أقول لك أذاني يعني اليوم هاي يصوروني ما أقدر أقوم يعني طبعا أذاني وهذا اللي قال لك هذا يعني إلا واحد يكون إن شاء الله إحنا عائلة يكون هذا كلش قريب عليه كلش. ليش هاي موضوع يعني بس 10 أشخاص هيك 15 شخص يعرف يعني ماكو واحد يعرف على كقرص. وهذا قرص اوكي الثاني هذا قرص يعني شلون سيدي هيك الثاني هذا قرص طبعا. هذا اليوم اني يعني هو من راحت هذا فاني بعد خلاص طفولتي كل اموري كلها راحت يعني وضعي وكلها راحت. يا سنه هاي بالطائفيه زين بالطائفيه وكانوا قبل يعني امريكان موجودين وهاي فهذا صارت هيك. هو القرص شديد. شوف هذا قرص انا دا اقول لك يعني مثلا هذا ما اقدر اسولف به. هذا قرص ما اسولف به. تسريب هاي اول حلقه النا لازم تتحملنا لازم وانت جبتني ما جبتني انت اليوم شوف
علي حبيبي، انت اليوم هاي عالم الدخان، انت اليوم دا تسولف على اكو مواضيع يجوز شخصي. هذا الدخان الشخصي مالك. صح. اي ما صح اقول ولا غلط؟ محترك يعني إيه. دخان. دخان شخصي مالتك، نسمع منه شيء نجي للسوق ترى لاحقين عليه. مو هذا يحتاج ترى هواي شغلات يعني. قصيره كلش، انا شخص فضولي صراحه. شوف انا قلت لك هذا قرص ما اسولف به نهائيا، بس هذا ما توجبتني لهاي المنصه، وهاي المنصه انا حبيتها بصراحه. ممنونين. قبل كان اكو هاي حركه وهذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا. انا 2004 الشهر السابع تزوجت. 2004 الشهر السابع. فبهاي اثناء ل 2005 شهر رابع هيجي ثالث اكو ناس يضرب يضرب امريكان قبل احنا بدنا نحكي، احنا اليوم هسه بغير موضوع. بس انت فتحتني فمن زوجت 2004 علي اتذكر يعني ايام قبل كنا نأجر قاط. زين. اذا يعني ما اعرف انت عمر طويل ان شاء الله، بس قصد بوقتها كنا نأجر. انا ملحق عليها. هم لحقت عليه؟ اي تأجر قاط يعني. شايفها خالي وعمي. اي لا تكبر انت، يعني مو هالقد هم كبير على كيفك. طيب. فكنا نأجر قاط، وعلي انا كنت احب قاط نيلي، يعني مثل هذا نيلي هيجي. ف اكو بشارع فلسطين اريدو صالون اريدو ما تنزل هيك شويه اللي جاي اللي قاعد من عنده اكو محل مال قاط ومال هاي، فمقابله اكو ابو كاميرا وابو تصوير، يعني هو صار زواج وحفله، يعني جبت ابو كاميرا وابو صور. فمالي يقول لك شنو هذا القرص. كان مال حفله؟ القرص سيدي قرص وصور كان مال حفلتي مال الزواج مال زواجي. فاحترقت صارت دخان. ليش احترقت؟ خليني اوصلك الفكره. فهذا شوي انا اضوج منه هاي كلمه، يعني هاي مال صار لي جد انا ما سامحه، ما حد ما يجيب يعني، حتى يم اهلي وهاي ما يجيبون، يعني خلاص راحت بلش حياه جديد. فكم مراد وياهم السلطان يقول نبلش يعني حفله جديده، ويعني هم لبس وهاي. انا كيف يعني ما يعني علي اليوم انا حشت بيها اوكي، بس مثلا انا قاعد اليوم اريد افرج، يعني اليوم اريد اباوع ماكو احترقت. فمقاومه وين صعدوا فوق بيتنا. زين. هاي من يقول لك سيدي احترق، قايلين لك ما اعرف. هم قالوا لك سيدي اكو قرص محروق، بس كلش قرص محروق. قرص محروق وهذا قصته، بس هذا راح يحتاج حلقه ترى علي. يعني انت اليوم دا تروح على مكانات. سوينا لك اليوم مشكله صغيره وانا ويا سلطان بالبيت ما يخالف تحملنا، ذكرناك. بس مو انه احنا حكينا عن النار، والنار دائما تحرق وتطبخ مرات. اكو النار عن النار يختلف. انا ادري بيقول تريد توصل. هذا نار حقيقي. هذا نار حقيقي. هذاك النار انت اليوم الله وفقك. يجيك من نار من ظهرك. يعني كلش فهمان انت من تسألني. شوف الله شاهد. الله شاهد. هاي الكلام اللي انا اقدر نحكي احنا ما متفقين عليه. الحمد لله وشكرا. الله شاهد. الله شاهد. هاي كلام هسه نسولف بيها ما متفقين. هسه ما متفقين احنا. والقبل احنا ما متفقين عليه. اكو ناس هو يعني نار، بس يجي مقابل لك يضحك ويسولف وانما ماكو شيء، بس من جوا حيه. شوف انا اعرف اليوم هذا شخص حيه. اليوم انا مقامتي كبيره، انا اليوم انا سفير فاخر. اليوم يعني انا اخوهم صغير. كل الاصدقائي اللي ما يحبوني اللي يحبوني كلهم انا اخوهم صغير. واي شخص من هذول كلهم فد يوم تسالهم واحد حتى لو مو بالبرنامج، لو حتى بالبرنامج يقول له اكو ابو سلطان شلون. لا احنا نعرف يعني صراحه
الحكي الحلو موجود بالسوق، رغم انه اكو الحكي يعني تعرف اكو عالم هذا اللي هوايه. شوف احنا مثل علي بالكردي. اي بس انا اريد اخذك ولو اقاطعك. إيه. انا اريد اسمع هذا المثل. لا ما اقدر. لا عفوا، هاي مثل ممكن يقول لك ما يوصل العنب يقول شو عامر يا اخي، انت تروح نزله ذوقه. ايه. تعال اقعد يا ابو سلطان، شوف ابو سلطان منو شنو وضح، فهمت قصدي؟ ايه. اليوم هو ده يشوفه عالي، يعني يشوف ابو سلطان ده ياخذ مطاعم وده ياخذ يوم وراء يوم ده هو ده روح يمه. انت قايل لك شيء، قايل لك لا، جيب لي واحد هنا. قايل لك شو، قايل لك لا. بيهم شباب خير وبركه، بيهم لا، بيهم من اقول لك لا يعني مو اقول الله يوفقكم. انا مسلمه بيد رب العالمين اللي يحكي عليه. شوف اليوم غير رب العالمين شنو يعني، اجيب تفنق واوقف وياه اقول له تعال انت الله. طيب انت ورب العالمين. احنا سولفنا بالنار، خلينا نرجع شوي للنار. والنار تحرق وتطبخ ولا يهمك. النار تحرق وتطبخ وكل شيء تسوي. نعم. سؤال على طار الطبخ، يا ترى طبخ لو تخمير؟ شوف هاي انت رجعنا على الطبخ توباكو، رجعنا على المعسل وعلى هاي. انت اليوم شو تريد مني؟ انت اليوم تروح لي على غير موضوع، تجيبني على موضوع، تجيب لي على غير موضوع. انا اليوم جاي يمك هاي منصة الحلوة، نريد المنصة يمشي مثل الشعب العراقي اللي يريده والناس اللي طيبه يريده، وانت تحب هذا المنصه وانت تعبت على هاي المنصه وادري بيك والله وياك. فانت لا توديني التوباكو للطبخ، وانا اوكي مجالي هاي الشغل اقدر اجاوبك، بس هاي بيها اسرار، هاي بيها مواضيع، فانا اليوم ما اقدر اسولف بهاي التفاصيل. احنا الوحيد اللي نعرفه موجود ورا زجاج المطبخ انت، فليش اقول لك طبخ لو تخمير؟ بس كلمه واحده. ما اقدر اجاوبك، لا تزعل. طيب ابد يعني ما اقدر اجاوبك. اليوم دوز غير شركه يسوي الطبخ، غير شركه يسوي مطبخ، كتسال كشركه كاحنا اليوم ما نقدر نتكلم. اوكي انا اتكلم كتوباكو فرنسي وكجلسرين وكليكروس، اقدر اسولف بيك هاي التفاصيل. بس هاي التفاصيل ولا يقدمك ولا يخرك، انا اعرف. انت اليوم جايبني على التفاصيل الاخرى اللي شلون مستثمر، شلون شغل هذا، انت ما فاتح عليك مواضيع ليش دا احلف؟ انت متفق على غير شيء تفتري على غير شيء. بالاستثمار لا. شوف احنا قبل شويه انا شفتك تتاثر على شغلات مثل ما نقول مو هي، لا هي البسيطه، انا مجرد قلت لك يمكن الفحم او الحصار باق الطفل من الطفوله مالته او المدرسه. ما شفت الطفوله علي قبل عصار وقبل ما شفت باقها طبعا. زين وهيك يتاثر بها. زين العد اللي يجي مثلا يبوق على طار الاستثمار، يبوق مكانه ويجي يقدمه بسعر اقل او غيرها هذا شو راح تنصدم وياه؟ شوف هاي سؤال انا حبيته، هاي السؤال علي. انت اليوم من يجيك شخص انت ماخذها مثلا بكذا المبلغ، مثلا يجي الشخص الاخرى دا يتقدم لك بعقل اللي انت متفق وياه، ابو ريستورانت ابو مطعم ابو شيء. فهذا انت هذا ما اعرف ما دا احسه صحيحه هاي الموضوع. ليش؟ شوف اليوم رب العالمين هو كاتب لك هذا، انت تيجي يعني اليوم انت انصدمت بهيك ناس؟ ايه اكو لا مو هواي، مو هواي. شوف اليوم علي، اليوم انت منجبد معسل فاخر، فحم صحيح، نرجله صحيحه، موظفين. انت انا قايل لك قبل سابقا هم كان بالايفنت سويت لقاء وياي. اليوم اهم شيء موظف يكون مرتب، موظف يكون فهمان، موظف من يروح قدام زبون يكون ريحته طيبه، عفوا يعني من هاي الكلمه، ريحته طيبه، موظف يكون عنده ابتسامه. ليش انت اليوم من تريد تنجح بهذا، بالاداره، بالنظافه، معسل صحيح، فحم صحيح، هذا هو يساعدك اكو وغيره. بس غير واحد مثلا من يجي ياخذ مكان غيره
يقدم شغلات مو كواليتي. يعني انت اليوم معسل واصل كيلو ب 4000 ما اعرف ليش، وينه؟ شو الدخن هذا؟ يعني احنا اليوم دا نقول لك شركات كلهم خير وبركه، بس اكو شركات لا رايحه زايد. زين. فطبعا يقدمه ويقول لك انا اريد اقل من ابو السلطان وانا اجي اخذها ب 3000 دينار، وطبعا راح ياخذها ب 3000 دينار. ليش؟ هو يريد 6 شهور 4 شهور ما يريد اسم. انت اليوم وين ما تريد تسال، وين ما تريد تحكي، بيا شركه تريد تحكي، بيا معسل بهذا المجال، وين باي مكان جيب. الحمد لله فضل من رب العالمين، جيب قول اكو ابو سلطان اوقف هذا هيك، وانت سامح بهاي. زين، لكونك محب، هاي هم المصادر يعني قريبه، الكونك شخص محب عارضت الاهل في بعض الاحيان، والكونك شخص محب. انت طلع هاي الدفتر كاتبه ما اعرف شنو، لا، طلع لا، هيك لا، اللي حكيت، لا، ترى انا لا. هم يعرفوني انا دا احكي هيك ترى. اي شوف، الكونك شخص محب. شو ما صار نرجيله ودخان، صارت كلها شلون صرت وشلون هذا شنو هاي علي. زين نعطينا مجال. لا هو مطيق مجال، بس انت هاي الدفتر بها هو التفاصيل، طني يا اخي اشوف شنو. لا انا ما اقدر. لازم كل تجيهم ايش تحكي وياهم، مو بس اني. كلهم هذا الدفتر راح يكون موجود. اوكي موجود، بس مو هيك اسئله يعني لا، انت جايبني 2000 وما اعرف ايش قلت وطابع ومقص، وهاي انا عندي هناك الم، عندي حصار، عندي وضعي مو تمام، دا اشتغل اركض، مدرسه ما كملت، يعني انت تسولف يعني انت سد انت لا توديني دا يوجع قلبي هسه، لا تضحكني بعدين. نجيب لك دواء ضغط عادي، ما نخلي قلبك يوجعك لان انت قلبك واسع عندك. الله يسلمك. هاي وحده. كونك محب عارضت الاهل في بعض الاحيان، وبنفس الوقت كونك محب حاربت القدر. كونك محب خليت نفسك بهواي اماكن معينه. زين، انت لكونك محب ليش قد راح تبقى تحارب؟ شوف او ما تشوف المحبه اللي عندك وصلتك المكان مسجون بيه؟ لا ما عندي. ما عندي سجون وهاي شغلات الله يبعدنا، ما عندي. مسجون حريا يعني، مو قصه شيء. حسب هاي قصدي أي. مسجون. لا 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 هاي حتى لو قايل لك هذا غلط، هذا انا ما مسجون. لا، مسجون حريا. شوف يعني من حريه، لا حريه موجوده. انا شويه انت كونك محب لان اكو مثلا قصه حب وراك، فصار عندك يمكن شويه معارضه في فترتها. قصه حب ورا ام سلطان، اول حبه اول هاي وزوج. زين اوكي. ما عندي قصه حب بنات. هي كلهم يعني يعرفوني شباب. هي فاهمها وعلى هاي القصه، بس كانت عندك يعني شويه صعوبات هيك شيء انا ادري بيها. زين. قصدك على الزواج؟ اي هاي عائليه. تمام. غير كونك محب، ما تحس نفسك سجنت روحك من ناحيه الشغل؟ او مو هيك؟ لا. او مو هيك؟ او أنا مو هيك؟ فهمت قصدك شنو. ممكن شوف. ممكن كونك محب قصدك راح تبقى بهاي الشغل بهاي المجال. انت ايش تريد توصل رساله؟ شوف اني ترجعني بوضع يعني زمن، اقول لك لا انا ما اشتغل بالشيشه، ليش؟ بالنرجيله وبالدخان ما اشتغل. ليش؟ شوف اسمع، من اقول لك ما اشتغل وراها غير كلام. انت اليوم مو تقطع لي بس هذا ما اشتغل بالنرجله تروح تنشرها ولو مثلا، لا انا دا اقول لك يعني من دا اقول لك ما اشتغل اكو وراها موضوع وراها حقيقيه وهسه حي. لا اي شيء ما ينقطع صراحه، نحن هنا بس انت حاليا لا انا من دا اقول لك يعني انت اليوم سالتني لو يرجع لك مثلا، قلت لي لو يرجع لك وقت يرجع بيك الوقت. إيه؟ انت قلت لو يرجع بي الوقت انا ما اشتغلها. انا صح محب لهاي الشغله، بس اذا ارجع بي الوقت ما اشتغل. صح انا مسجون او ممكن مسجون، انت عرفتني وين اريد اوصل، بس هو مو سجن. شوف علي، هو حبيبي هو مو سجن. هو انت اليوم انا عشت يعني موقفين وموقف حي. تمام. هاي موقف الشخص من سنين وياه يشتغل، راح يعني احنا خلينا نحكي وحي شخص وارد هم تجيبه فد يوم يجي
بس ما راح يسولف بهاي الموضوع. هو تزوج. طيب الشخص هذا تزوج بال يمكن قبل 4-5 سنوات هيجي اتذكر. هنا انا كلش ضجت. قال لي ابو سلطان. قلت له ها. قال لي ما دا يعطوني مرة. قلت له ليش؟ يعني قال لي كيف انا بالنراقيل وبالقهاوي فاكو بعض الناس هيك يعني مثلا يسولفون يعني يريد يعني دكتور لو يريد عنده شغل. بس هذا الرجل ياخذ يعني بس هذا شخص حي. ها انا احكي لك. يجي. انت سالتني مثلا تقول لي اذا يرجعك ليش انا اليوم مو عندي عائله. انا هم انتبه يعني اليوم انا من عندي عائله. شوف انت لا تطبني بهاي مواضيع قويه. هاي مواضيع قويه يعني عمود يصير ترى والله هو رزق يعني هو رزق رب العالمين كتب لي. يعني اليوم مثلا يقول لك ماكو غير شغله تشتغل ابو سلطان الا هاي. هو مكتوب عن هيك. فقالوا انت تشتغل بالنرجيله وانت ما اعرف شنو. الشخص حي انت مشتاق من نعطيك مره. فانا حسيت يعني اقول له انا بيا جهه رايح. هو جهه صحيحه رايح. صحيحه ومو صحيحه يعني رب العالمين. ويعني مو انت اليوم فهاي مواضيع شوي هسه دي يألمني هيك. هاي يعني ما اعرف شلون اوصف لك الفكره. ليش ما انا بنتي كبر يعني بنتي كبر يعني بنتي عندي الله يحفظها العائله. الله يسلمك. انا عندي بنات 2. الله يحفظ. بيلاف كبيره اسمها بيلاف يعني ورد. والبنتي الثانيه مطر اسمها مطر. الله يحفظ. الله يسلمك. وعندي سلطان اصغر. يحفظ الجميع ان شاء الله. الله يخليك. فانا اليوم مثلا دا احسه هو مو قال لي هيك موضوع. فما اعرف انت بس تفتهم قصدي يعني. بس هي لكل مجتهد نصيب. يعني انت تقول انا بلشت من النار صراحه. يعني هواي قلت لك مصادر يعني اعرف اللي اجيب فيها المعلومه. بلشت من مكان وحاليا انت بمكان. اوكي اليوم مكان اوكي. نعم. اليوم بالعالمين. اوكي اليوم الارجيله داخله بكل مكان. صح. داخله بكل بيت. ماكو مطعم ما بيه. واصله لكل العالم. اليوم انا ليش اجي احرم شخص ما اخليه يسوي هاي الحاجه قدامي هو راح يسويها بالخفاء. واذا انا اشوف اللي يشتغل بيها هو مثلا عفوا من حضرتك من الجميع كلهم بشويه منقصه لا غلط. بالعكس هذا رجل قاعد يشتغل يؤدي واجبه. يعني مو كل خلي على مود احنا مو كل مو كل دوس اكو من 1000 عائله عائلتين دوس ما يقبل انت تشتغل بالنراقل ما يعطون مره. بس هاي رساله يعني يخلي ما يعطي بنته. هاي رساله يقول لك انا بنتي لا خلي افهمك حبيبي. اليوم انا شو ويا لو مو ويا ما اعرف يعني انا مثلا شنو انا اكبر بنتي مثلا. هو دوسيشي يفكر ليش اعطي هذا. هو خليه اعطي غير واحد مهندس لو غير واحد عنده شهاده لو غير واحد. شلون صار مهندس؟ شلون صار دكتور؟ هذا كله بيد رب العالمين. وهذا هم الرجل من اشتغل هاي الشغله. بدي احكي لك هاي مواضيع انت تقول لي اذا رجع زمان انت. فانا قلت لك لا بس مو لا انا ساقرر. لا انا احكي لك صار هيك وانا دا اتالم يعني دا خطي دا انقهر يعني. نفسك انا ليش شوي انفعلت. انا نفسك بالضبط يعني ما حاب هاي الصوره وما احب انه احد يبقى ماخذها. بنفس الوقت ما اعرف. المهم نعتذر اذا ضوجناك. لا بقول لك حكس. لا بالعكس انا اليوم كل اللي اشوفه وسولفت لك الله شاهد مو قصه يعني. اليوم دا اقول لك لا اللي شايفه واللي سامحه واللي صاير قدام عيني وانا دا اقول لك بيها بس. زين خل اخذك من هذا الجو المكان ثاني شوي. يا الله يا الله. الله يستر. ايه اكو تدرج للنكهات. اكو تدرج للنكهات وخل نحكيها بصورة عامة. اليوم الشخص اللي فاهم في هذا المجال يعرف انه المعسل تقريبا حاله حال العطر. افتتاحية وقلب وهدوء. واكو المعسل اللي هو ثابت
من اول نفس. هاي اسمه فليبر، هاي فليبر. اي وبعدين انصاص فليبر. وبعدين هبط. هذا كخبير انت شلون مشتغلي وهذا شلون مشتغلي؟ راح اجاوبك هذا كلش بسيطه. زين. لا تقول اليوم هو مسيطر ابو سلطان ومن سنين بهاي الكار، لا بس انا راح اجاوبك بسيطه، بس وراها لا تسالني. تمام. تليفونك شنو؟ ايفون. و يقول الو. قول له ايه. تمام. انا عندي نوكيا. هذا السؤال موجود، هذا الجواب دائما يتجاوبه بالسوق ويتحسسون منه. قول ليش؟ ليش؟ هاي النكهه يختلف، اللي شخص فليبر اللي مشتريها يختلف. الشخص ليش اللي ما نقول طريقة تركيب النكهة؟ اخي النكهه ضعيفه، هذاك النكهه انا خلي اوصلك الفكره. ليش ضعيف؟ ما يعني انا اليوم علي حبيبي بس خلي افهمك. ايه. انت اليوم لا تطبني مطبات، انا ما احب هاي المواضيع. انا اليوم سفير فاخر، ما احب هاي المطبات. فلان هاي ما احبه. زين. انا اكون واقعين يعني ما احبه. اليوم نكهه ليش ضعيفه ليش هذا انا راح اسولف لك. يعني دا اقول لك اليوم هو سايبه هم سياره يوصلك ويجيبك وهذاك ما يباخ روز رايز. غير نكهه عن نكهه يختلف، غير شركه على الشركه، غير يعني كليكروت جليسرين بتفاصيل هوايه يعني، غير هاي على هاي يختلف. وعندنا شركات يعني بيهم خير وبركه، عندنا شركات تمام وعندنا شركات لا مو صحيح ليه يشتغلون. انا دا احكيك صراحه يعني بهذا الكار وانت تسالني لازم اجاوبك. فاليوم احنا ما نقدر نقول لك هاي شركه وسط، هاي شركه هاي. انا قدام عيني اجيب فاخر وادخنها خلاص، وباليوم انا ادخن تسع نراقيل. اكو شباب هسه يشوفوني، عندنا صديقنا الله يذكره بخير نور قيسي وياسر بيضاني احمد ذهبي، هذول من اسامي ما شاء الله. حيدر عندك فيعرفون اني فاكو مرات يصير قاعده وهاي احمد ذهبي وياس. ذاك اليوم قبل كم يوم كان يمي نور يقول ادري كل ساعه يجيبوا لك تكه 3/4 من هذا وربع من هذا، 3/4 من هذا وربع من هذا. ادري التكات دا يروح يتجوز ثاني. ايش قد دخن؟ قلت له نور حكي بيناتنا ترى دخن 13 نرجيله. رقم قوي. شوف انت تدخين هم هاي نصيحه علي. تدخين انت اليوم مو يجي يدخن يلعب بوبجي جايب معه كرز هيجي بوبجي وكرز ويدخن فنجان هو خاله 40-50 غرام معسل 3 ساعات. ماكو هيجي تدخين، مو هيك ترى غلط. تدخين صحيح 40 دقيقه. غير الفنجان، غير لا تروح مره واحده، خليه فحمات 4-3 وراها شغل طباخ مره ثانيه، حضر فنجان الثاني، خلي فنجان 40 دقيقه. والطعم الصحيح يجيك بالكلاود، يعطيك كلاود مو سيليفون اوكي اكو طعم بيها اوكي. هسه يقول انت قبل مو كنت تشتغل، هسه يسالوني يقول هسه يكتبون يقول انت مو قبل اوكي، بس هسه انا شفت اكو شغلات بيها تطور فانا راح لازم اسولف صح ولا لا؟ قبل اوكي سيليفون وهاي، بس هسه لازم اسولف اللي النكهه اللي مرتاح بيها وكلاود تخلي فحمات يعطي حراره بخار حراريه. هذاك السيليفون مباشر تخلي عليه فحم يوقع رماد تغير طعم النرجيله. فانا انصح بالكلاود يدخل نرجيله. حلو. اخذك المكان ثاني واريد اسالك على اكثر شخص او انطيني شخصين مثل ما نقول لهم فضل بهذا المجال علي. كمجال شغلي؟ نعم. اكو يعني اكو بس شلون اوصف لك؟ اكو يعني طاهر ربيعي ابو ياسين، تحياتنا له. تحياتنا له.
نجيبه هناك هذا اليوم؟ طبعا نجيبه. هذا نتشاكل. هذا طه ربيعي هم يحتاج حلقه. اي حلقات. تيجي ايش؟ وهم طالع وياه ابو النفس الطيبه وهذا. اي الله يحفظ. اي مره من ايام امور تغيرت عندي، مو هسه احنا رجعنا للامور الطيبه. انا اخذك وارجعك اخذك اي مو هسه انت قلت لي منو طه ربيعي يعني يجا فد يوم مو يجا، هو احنا اصدقاء ترى نسافر وهاي. فقلت له كان اخويا موجود ببغداد، قلت له ابو ياسين السلام عليكم. قال ها ابو سلطان. لا كان ما عندي سلطان بوقته. هاكو حبيبي. قلت له محتاج فلوس اشتريت قاع. اي والله. قال لي ايش قيت؟ مبلغ ما نذكرها. خاله بالظرف جوزي اتذكر. هاي ما انساها يفضل. هاي احكي يعني احب اداء الدين هذا والذكر. ايه واني هم يعرفون يعني واحد بس مسوي شغله صغيره وياي، واني يعني اذكره واقول له هيك ليش طه وقف وياي. كل مرات اخذ مطاعم يعطيني اياه يعني عد ما اني اعطي فلوسه. ايه و عندنا واحد الاخ هم بهاي ايام وقف وياي وقفه قويه. تحياتنا له. منو؟ مصطفى الجبوري. الله يحفظه. ايه وقف وياي. هاي هم ما ننسى. يعني كل اصدقائي. بس اليوم انا اقول كم اشخاص اللي احس بيهم عندهم يعني يوقفون وياي اقول لهم على شغلات. اكو اشخاص ما اقول لهم يعني استحي اقول لهم واقع بظرف واقع صح بهذا. صح. المكان عندي أهم اكثر تحكم. من 42 مطعم انت شايف إن كلها ممكن دا تصور بيهن هسه الايام. صح. وعندي بعد مطاعم اخرى فالله فتح علي وما اتكبر على بشر، وهذول لازم واحد يذكرهم كزينين. وما ننسى خيري يا ابو حسن. هذا هم تحياتنا له. تحياتنا له. هذا هم انسان طيب. هذا هم اسم من اسامي بالعراق. اكيد. اي هسه انا ما اقدر اقول لك اريد نصيحه اخيره لي صراحه هواي طلعت نصائح. ايه يعني مثلا وانت ما اعرف طببني بهاي شغلات. لا انا اخذك وبعدين اسمع، اعطيك حريتك. اسمع عن مثل ما نقول امورك الشخصيه، امورك الحياتيه. اسمع من يمهن، اعرف انت منين اجيت، منين بلشت، شلون وصلت، وشلون احنا اليوم قاعدين هنا. لان المشاهد يعني ترى مو كل المشاهدين ممكن يدخلون ارجيل. اليوم يجوز يعني اكو شخص قاعد يباوع للقصه. طبعا دخان هو بودكاست يحكي. هو قهر الدخان. اي دخان هو قهر. بس هو طالع من منصه تحب تحكي بامور البزنس بصوره عامه. صح متخصصه خلينا نقول اغلبيتها عفوا اهنيك على هاي منصتي. ليش؟ يجوز يجي غير واحد يقعد يجوز هم عنده هو فات رساله يريد يوصل رساله لابو سلطان غير شخص يريد يوصلها، بس هم يجوز يقعد. فانا اهنيك. كل شخص عنده صوره والصوره بيها قصه. فان شاء الله الحكي اللي نحكيه يكون يعجب المتلقي. نعم. اليوم احنا ردنا نطلع القصه، الصوره الكامله. نعم. شلون بلش الطفوله، مراحل الحياه، صح. الشباب، وين بدينا وين انتهينا. اليوم اكو هو سفير. الحمد لله. بدال ما يكون البراند واحد هو البراندين عالميا. هو ثلاثه اكو واحد بالجديد هو الشكارتير هم مالتنا. اكيد تعرفه انت مصوره عليه. اي اعرف زين. هو ثلاثه بنفس الوقت ان شاء الله الرابع العاد. شوف هاي الشركات يراسلوني مال معسلات تحياتي لهم كلهم. ما تقدر ما تحب. لا انا احب. شوف انا كمرات هم احكي ويا جماعتنا بالشركه يا اخي حتى لو يطلعوني انا احب فاخر اقول لهم الله يديمها خير. اي والله انا احب كبراند احب كاسم متعوب عليه، فما احب كل ساعه امدح بفاخر. هو بس قصد يعني كبراند متعوب عليه وبراند انا اعرف شنو بيها شنو يعني تفاصيل يعني شنو متعوب عليه شنو النكهات شنو يعني يوديك غير جو من الدخن وهاي، فاني مرتاح وياه هذا قصد. فمثلا غير شخص يجي يقول لك تعال ويانا هالقد نكتب لك عقد يجي، فهاي كلها عندي دلائل يعني دليل عندي كلهم. فهم اكو مرات يروحون للسوق الجقاير. ولو قاطعتك يقول
هذا شلون تحياتنا. يقول بس اريد، يقول له هذا عوفه، هذا ما تجيبه. قال لي هذا شاف اخر بصفي، هذا ويا هذول ما يجي، هذا لا تتعب نفسك. زين، احنا بلشنا بالقصه من البدايه، نعم، من الطفوله لحد ما وصلنا هنا، لحد ما صار اكو هو سفير، اكو اليوم ابو سلطان صاحب شركه ومستثمر. قبل ما نختم، حبيت الفكره؟ 100% اهنيك على هاي الفكره. وشوف انا قلت لك اسمه غريب، دخان. ايه دخان؟ شنو عالم الدخان؟ لا دخان، بس دخان. دخان يعني قصص من الدخان راح تنحكي. شوف اني هاي برنامج كلش حبيته، بس اني من خلال هاي كاميرتي من خلال كاميرتي احب تجيب يعني اسامي لازم تجيبهم. هو انا اريد اسالك من تريده هنا؟ انا احب تجيب ابو حسن خيري. حلو، انه هم بربي هاي فاذا انتم تروحون بعد احسن، هم هناك يمه يغيروا الجو ما بيه شيء. طيب انا احب تكون تيجي تقعد هنا، واحب جو اخواننا كلهم هذول اللي بهذا المجال، نور قيسي. هاي اعطيك اسامي اخاف من هذول، واحد يقول لك انا اجي اموت يجي، يعني انا اتمنى يقعدون هنا. نور قيسي، ياسر بيضاني، احمد ذهبي. تحياتنا لهم جميعا. تحياتنا لهم. فعندنا هواي شباب، بس هذول اجيبهم، هذول يعني لهم مواجهه، يعني بيهم كلهم خير وبركه، بس هذول احب يعني يقعدون هنا، هم يدوس عندهم حكي ان شاء الله بالايام الجايه او بالحلقات الجايه. انا اخاف ازعل بعد. لا خالو، انت المفروض هذول تجيبهم، هذول قلت لك عليه، هذول الخيري ونور ياسر بيضان واحمد ذهبي وحيدر ماسترو جيبه، حيدر مرسومي، حيدر ماسترو هم، وعندك حسن عبيدي، وعندك هذول كلهم اخوتي واصدقائي احبهم، وعندك بعد ويا شباب والله يعني من نسيتهم. حسن عنكش اسمه، هم انسان طيب واسمه حلو بالحلو. حلو حسين، عمر ابو حمره. ايه عمر ابو حمره قديم وياه. هذول احب تجيبهم، بس بعدين اخاف الناس يقول ليش ما جبت ذكرت اسمي، فكلهم جيبهم. المكان مفتوح لكم. فانت بعد احب تجيبهم هذول، هم تقعدهم دوس، هم اكو استفاده، اكو كلام، اكو شيء. هذول كلهم اهل المصلحه ويفتهمون بهذا المجال ان شاء الله. اكيد وانت ان شاء الله يوفقك. هذا اول انطلاقه لك واحنا حاضرين. بالنسبه لي انا حاضر. انا كلش شاكر لك. اليوم تعبناك. لا تعبك راح. لا كلش تعبك. ما طول دخان قلت لك وديني باي مكان. هاي حياك الله. الله يسلمك. وان شاء الله هاي الحلقات مستمره. البودكاست مال منصه الدخان هو مستمر دائمي ان شاء الله ما ينقطع، ومنكم أولكم. حياكم.